خبر في هذا اليوم من جورنال فيغ جاب عنوان: مستعد مدرب الرجاء، عصبة الأبطال أضحت مطلبا جماهيريا واللاعبون يتجاوبون مع سقف التطلعات. وتحدث التونسي خالد المولي مساعد مدرب فريق الرجاء الرياضي على العمل اللي كيقوم به الطاقم التقني، واكد ان دوري ابطال افريقيا اضحى مطلب كبير للجماهير الخضراء. وقال خالد المولي في حوار مع راديو يا فام التونسي: وضعنا خريطة عمل كتشمل جميع المستويات، خصوصا وان الفريق في طور جديد بعد ما فقد الرجاء لاعبين كانوا بمثابة الأعمدة داخل الفريق لسنوات. وواصل: الحمد لله اننا نجحنا في تكوين فريق باسلوب لعب معين والدخول في صراع دوري ابطال افريقيا ثم تحقيق الانتصارات ناهيك على ردة الفعل اللي قام بها الفريق في البطولة. وزاد: نظرة الجمهور الرجاوي تغيرت الان وكبرت الطموحات، ودوري ابطال افريقيا اصبح مطلب كبير من الجمهور، وما علينا احنا الا اننا نعملوا اكثر، خصوصا بوجود خبرة مدير كبير افريقيا. واكمل خالد المولي: حققنا 3 انتصارات وباغيين نتاهلوا بعد ما وضعنا قدم في الربع النهائي، وبعدها تبدا الامور الجديه. وتابع: ما هو اكيد هو ان اللي كيفوز بدوري ابطال افريقيا هو الفريق اللي كيستطيع تحمل الضغط، وهذه من النقاط اللي كنشتغلوا عليها رفقه منديل الكبير اللي كان بمثابه الاكتشاف بالنسبه ليا في هذه النقطه، وكيفاش كيشتغل على الجانب الديني للاعبين، وحنا بصدد جني ثمار العمل الكبير على هذا الشق. واختتم المولي حديثه: فريقنا كيضم لاعبين شبان كيلعبوا لاول مره في عصبه الابطال، ومباراه سيمبا بتنزانيا كانت الامتحان الاكبر، والحمد لله توفقنا وشعرنا جميعا اننا على الطريق الصحيح، خصوصا ان اللاعبين كيتجاوبوا مع سقف التطلعات كل ما زادوا ولاو. الغيابات تؤرق الرجاء والمغرب التطواني، والغازي يلعبوا ورقة المال لحسم المواجهة. وغيحل فريق الرجاء الرياضي مساء اليوم الثلاثاء ضيف على المغرب التطواني على أرضية ملعب سنية الرمل لحساب منافسات جولة 18 من منافسات البطولة الوطنية. هو اللقاء اللي كتعتبر نقاطه غاية في الأهمية بالنسبة للفريقين. ووصلت بعثة النادي الأخضر مساء أمس الاثنين مدينة تطوان وسط غيابات عديدة كتأرق بها المدرب منديل الكبير اللي كيبحث على العودة بانتصار ثمين يواصل من خلاله سلسلة النتائج الإيجابية اللي حققها الفريق في الفترة الأخيرة وتشديد الخناق على الصدارة. ومنتظر باش يغيب محمد المكعزي متوسط ميدان فريق الرجاء الرياضي على مواجهة اليوم بعد الإصابة اللي كانت تعرض لها في آخر لقاء أمام حورية كوناكري ضمن منافسة دوري أبطال أفريقيا، الأمر اللي غيبعدوا المنافسة الأسبوعين حسب الفحوصات اللي خضع لها. من جهة أخرى فمشاركة اللاعب عبد الصمد البدوي غير مؤكد حتى الآن بعد غيابه على موقعة حورية، وذلك بسبب اصابته في الانف في مباراه اتحاد توارقه، كما ان مشاركته بقناع طبي واقي كتبقى وارده اليوم. من جهته اكد مصدر مسؤول على النادي المغربي التطواني في تصريح خاص باحد المنابر الاعلاميه ان رضا حكام مدرب الفريق التطواني غيغيب على كرسي احتياط الفريق بسبب قرار تاديبي من المكتب المسير على خلفيه تصريحاته ل3 هزيمات فريقه في ديربي الشمال امام اتحاد طنجه، واللي اعتبرتها اداره الفريق المسؤوله تجاه بعض اللاعبين، بحيث منتظر باش يقود مساعد جمال الدين دريد بالفريق اليوم. وزاد المصدر نفسه ان المغرب التطواني غيفتقد دور وخدمات اللاعب هلال الفردوسي اللي تعرض للكسر في وقت سابق، اضافه لسعد الكحال وزيد كروش اللي جمعوا 4 انذارات كل واحد منهم. وشار ذات المصدر ان رضوان الغازي رئيس المغرب التطواني منتظر باش يخصص مكافآت ماليه للاعبين لتحفيزهم على تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه اليوم. انس زنيتي يبحث عن رقم جديد امام المغرب التطواني، وكيسعى حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي انس زنيتي لتاكيد ارقامه المميزه هذا الموسم، وذلك ملي غيحل فريقه ضيف ثقيل على المغرب التطواني. وبات انس زنيتي اول حارس مرمى كيحتفظ بنظافه شباكه ل 13 مباراه هذا الموسم موزعه ما بين الدوري الاحترافي ومسابقه دوري ابطال افريقيا، اذ غيسعى باش يضيف اللقاء اليوم للمباريات اللي حقق فيها الكلينشيت هذا الموسم. وكيسجل التاريخ ان انس زنيتي كيتعتبر واحد من افضل الحراس سجل الكره المغربيه، يتوج ب7 كؤوس افريقيه حققها في ظرف 10 سنوات، بحيث توج الحارس الرجاوي 3 مرات بلقب كاس كونفدراليه، مرتين رفقه الرجاء ومره واحده رفقه المغرب الفاسي. كما توج بكاس سوبر في مناسبتين، مره مع الرجاء واخرى رفقه الماس، بالاضافه لتحقيق اللقب كاس افريقيا للمحليين في مناسبتين رفقه المنتخب المغربي المحلي. 6 لاعبين مهددين بالابعاد عن الرجاء في مباراه المغرب التطواني، وباشت عقوبه الايقاف كتهدد 6 لاعبين من فريق الرجاء الرياضي خلال المباراه اللي غتجمع الفريق الاخضر بمضيفو المغرب التطواني اليوم، بحيث كيتعلق الامر بكل من حارس انس زنيتي، محمود بن تايك، مروان الهدودي، يسري بوزوق، حمزه خابه ثم محمد زريده، اللي جمع كل واحد منهم 3 الانذارات، وبالتالي ما غيكونش بامكانهم المشاركه في المباراه المقبله ضد شباب محمديه في حال تلقيهم بطاقه صفراء رابعه في مواجهه اليوم. يشار ان مباراه الرجاء والمغرب التطواني غتعرف غياب جمهور الفريق الاخضر، وذلك بسبب قرار امني، بحيث منتظر باش يكون الجمهور التطواني حاضر لوحده لمؤازره فريقه.
عبد الإله مذكور أشكر الجماهير الرجاوية على مساندتهم لي بعد الظروف الصعبة التي مررت بها. وفي تفاصيل الخبر أعرب لاعب فريق الرجاء الرياضي عبد الإله مذكور على شكر الجماهير النادي الأخضر على دعمها لي في ظل الظروف اللي مر بها في الفترة الأخيرة. وقال مدافع الرجاء في تصريحات أحد المنابر الإعلامية: حنا في المجموعة بحال الإخوة، وكنشكر اللاعبين على القتالية ديالهم في المباريات. مريت بظروف صعبة وأنا الآن كنحاول التأقلم والعودة بشكل أفضل، وكنشكر الجماهير الرجاوية على دعمها المتواصل ليا. 170 مليون سنتيم مداخيل كازا ايفنت من بطائق اشتراك الرجاء. وبلغت مداخيل شركة كازا ايفنت المكلفة بالإشراف على تنظيم مباريات الرجاء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ب 170 مليون سنتيم من عملية بيع الفريق الأخضر لبطائق اشتراكه، مع العلم أن ما شرفتش لا على عملية البيع ولا على طبع البطائق. واشترطت كازا ايفنت الحصول على نسبة 15% من مداخيل الرجاء اللي فاقت 1.5 مليار، واعتبرت أن ما حصل للفريق الأخضر من عملية البيع كيتعتبر بمثابة مداخيل المباريات وكينبغي أنها تحصل على حصتها منها. وقررت الشركة تقسيم مبلغ 170 مليون سنتيم على دفعات، إذا غتحصل في كل مواجهة على ما كيفوق 10 مليون سنتيم، فضلا على 15% من كل لقاء كيستقبل فيه النسر الخضر ضيوفه في مركب محمد الخامس. وكانت حصلت كازا ايفنت لحدود المواجهة أمام اتحاد توارقة على مبلغ كيتقدر بحوالي 90 مليون سنتيم، ومرجح باش تكون اقتطعات مبلغ مالي اخر من مداخيل الرجاء في مواجهته امام حوريه كوناكري الغيني. يشار ان كازا ايفنت كتستافد مداخيل مهمه من مباريات الرجاء والوداد، علما ان ما كتقدمش خدمات كتنال استحسان الجماهير اللي عبرت باكثر من مناسبه على سقطها من سوء التسدير وضعف المرافق اللي كيحتوي عليها الملعب. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فيف. في امان الله، ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناء.